يلا بينا عشان بفضل الله هوريكم احسن وصفة فينو بلدي تعمليها للمدارس. شايفين كام صباع فينو اتعمل بنص كيلو من الدقيق؟ شايفين الفينو طاري ازاي؟ بصوا لقمة الفينو في ايدي عاملة ازاي، اللهم بارك. احلى فينو بلدي هتعملوه لولادكم في المدرسة وطعمه ولا احلى ولا اروع، طراوة وجمال وطعم بيتي 100%. اذكروا الله وصلوا على الرسول لان هو ده سر النجاح. عندي هنا جبت الميزان اللي هو بتاعي، اللي هو الميزان اللي بالجرامات ده، هوزن عليه الدقيق. تمام كده. هحط كده طبق، طبعا انا مصفرة الميزان قبل ما احط الطبق، كده الميزان صفر. وهبدأ ان انا اوزن نص كيلو من الدقيق. انا هنا استخدمت دقيق الكوثر، تمام. تقدروا تستخدموا اي نوع دقيق يا جماعة، اهم حاجة يكون دقيق حلو للمخبوزات ويكون كده ليه عرق حلو معانا. تمام. هوزن 500 جرام يعني نص كيلو من الدقيق. تمام. انا عشان عندي الكيلو فجبت الميزان ووزنت نص كيلو. تمام كده يا حبايبي. تمام كده. وصفة سهلة وبسيطة، هنعمله بالمية، حاجات موجودة في كل بيت. حطيت النص كيلو دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في البولة. يلا بينا بقى ندخل على اللي بعده عشان نضيف باقي المكونات. عندي هنا معلقتين لبن بودرة، دي بتدي طراوة حلوة للعجينة. وعندي هنا كيس خميرة فورية ما يعادل معلقة كبيرة. وعندي هنا معلقتين كبار من السكر ورشة صغيرة من الملح زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ أعجن بمية دافية وهحط معلقتين كبار زيت. تمام. هبدأ بقى ان انا اعجن بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه العجينة. انا من الناس اللي بتحب تعجن يا جماعة على ايديها عشان خاطر اشوف ملمس العجين قدامي يبقى عامل ازاي، يعني اشوف ملمس العجين بيبقى العجينة مظبوطة ولا ايه. وانت واقفة كده في المطبخ هتعمليهم كده، تعجنيها مش هتاخد معاكي 10 دقايق، وتعملي لولادك رغيفين فينو كده نضاف بدل ما تروحي تشتريه بالغلا وهيكون مش حلو قوي. هنا برش بقى رشة دقيق على الرخامة، وببدأ ان انا اعجن العجينة بتاعتي دي لمدة 5 دقايق لحد ما تبدأ ان هي تنعم معايا وتبقى معايا عجينة طرية. بصوا سامحوني انا بسجل والله العظيم يا جماعة الفيديو ده بالعافية، انا عندي حساسية تعبانة جدا، فاغلبية الوقت بفصل الصوت وبعد كده برجع تاني. فدعواتكم بقى ليا بالشفا. بعد كده بقى بجيب بولة زي ما انتم شايفين كده. في نفس البولة دهنتها زيت وحطيت كده دهنة زيت للعجين، سبتها نص ساعة عقبال ما تختمر يا حبايبي. تمام. هنا عندي بقى الصاجين او الصينيتين اللي هشتغل فيهم، جبتهم هنا بختهم بختين زيت وهبدأ اركنهم على جنب. فردت هنا مفرش العجين. ادي العجينة بعد ما اختمرت بعد نص ساعة، اديناها بوكس كده وطلعنا الهواء منها، وهنبدأ بقى نقسم العجين ده لكويرات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نبدأ نكور العجينة كده بين كفوف ايدينا، نعمل الكورة كده المقاس اللي انتوا هتشوفوه ده. نبدأ نحطها كده على صينية او على الرخامة ونغطيها بفوطة. كل ما نشكل ما ندور عجينة كده ونحطها نغطيها بفوطة. دعوة كده واحنا شغالين: يا رب يا مسهل الحال افرجها علينا وعلى أمة محمد وغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة ترفع بها عنا وتشفينا بيها يا رب وترضينا وتفرجها علينا وعلى كل متضايق يا رب. تعالوا هنا بقى اوريكم حاجة. طيب في ناس اللي تقولك افردي الفينو على الدقيق، اوريكم طريقة الفرد. ترش دقيق، دي طريقة خطأ، ممنوع نهائي رش الدقيق. ليه بقى؟ لسبب بسيط، انا هنا حبيت اعملها لكم عملي. هترش دقيق وانتي بتعملي الفينو مش هيلحم معاكي، الدقيق هيبقى عامل طبقة عازلة ما بين العجين ومش هيخلي الرغيف يتبرم مهما عملتي، مش هتخليه يتقفل مهما عملتي.
بصوا كده هو مش عيش يا جماعه، احنا بنعمل فينو، احنا عايزين نقفل الرغيف، نلزق الرغيف في العجينه في بعضيها. طول ما انت مديها دقيق مش هتلزق معاكي خالص، تمام؟ يبقى بالتالي الرغيف مش هيتقفل، فالعجينه مش هتظبط. فاي حاجه تشوفيها على السوشيال ميديا ما تعمليهاش، تمام؟ تعالوا بقى اوريكم هنا العجينه بعيد عن الدقيق خالص. طريقه فرد الفينو بسيطه جدا. بناخد الكوره بنفردها كده بالنشابه اليدويه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. عفوا فصلت الصوت والله بكح مش قادره من صدري بجد والله. بصوا هنا بقى هبدأ ان انا اكور العجينة زي ما انتوا شايفين، وهقفلها كده، هلزقها رول كده، ونبدأ نظبط صباع الفينو. بصوا بطريقة سهلة جدا وبسيطة هنعمل فينو المخابز في البيت، واحلى كمان من المخابز. هتأكلي ولادك لقمة مخدومة ونضيفة. هبدأ ارص الفينو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يلا هنا بقى كنت نضفت المفرش خالص، انا وريتكم عملي اهو عشان مش كل الكلام اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا كله مش صح. هنا بصوا العجينه اهو بفردها بشكل طولي، ببدأ اللي انا ارولها بالشكل ده، وهنا اقفلها كويس، الزق العجينه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده من غير رش دقيق ولا اي حاجه، تمام؟ احنا بنرش دقيق ليه؟ عشان ما نلزقش، عشان العجينه ما تلزقش. لا احنا هنا عايزين نبرمها وعاوزينها تلزق، نلزقها في بعض تلزق، ما تلحم معانا، تمام؟ هنا بقى بصوا ده كده رغيف الفينو اللهم بارك. بنسيب مسافه لمسافه لان لسه هيختمر. سبته لمده نص ساعه او لحد ما يختمر معاكم بالشكل ده، تمام؟ مولعه الفرن على اعلى درجه حراره، لو فرنك في مروحه شغليها. هنجيب هنا فرشة بشوية مية فترة كده من الحنفية، هنبدأ ان احنا ندهن العيش بتاعنا. ممكن تدهنوه بيض وتحطوا له سمسم، صفار بيض وتحطوا له سمسم، تمام؟ بسرعة بقى على أعلى درجة حرارة. ممكن تدهني وشه لبن مية زي ما انت شايفة على أعلى درجة حرارة 10 دقايق، وقفي راقب الفرن زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده يطلع تبخيه بالمية وتغطيه بالفوطة، هتلاقيه طري معاكي وزي الفل. لايك وشير لو عجبك الفيديو، بحبكم في الله، أحلى متابعين في الدنيا. كنتم مع شيف هدير، ما تنسوش تجربوا الوصفة.